حاجة، انا اتأذيت كتير جدا يا جماعة، وحياة ربنا وحياة ربنا انا اكتر حد اتأذيت. في ناس كانت بتأذيني، عمري في حياتي ما أذيت حد، اتأذيت كتير. كان في ناس بتأذيني لدرجة ان الأذى ده يموتني. بالعربي كده كان بيتعمل لي أعمال، كان بيتعمل لي أعمال بوقف الحال، كان بيتعمل لي أعمال بشلل، ان انا ابقى يجي لي شلل في الحياة وافضل طول عمري مشلول. كان بيتعمل لي اعمال بوقف الحال، كان بيعمل لي اعمال ان انا لدرجة ان انا يعني اموت، ان انا اموت نفسي، ان انا انتحر. بس الحمد لله الحمد لله انا علشان قريب من ربنا، مش شرط قريب من ربنا اني مثلا اكون بصلي، الحمد لله امي راضية عني واخواتي راضيين عني يعني انتوا عارفين ان رضا الام من رضا الرب. يستحيل انت تكون وحش مع اهلك وغبي مع اهلك وما بتسألش فيهم وهم يكونوا بيحبوك او ربنا هيكرمك. يعني يستحيل تكون انت غبي مع اهلك او مع اخواتك او حتى يعني لو انتوا مش حنينين على بعض، عمر ما ربنا هيكرمك الكرم ده. فليه يا جماعة انتوا بصيلي في الفرحة حتى اللي انا بفرحها؟ يعني ليه؟ محدش كان دريان بيا انا كراجل كمطرب، حتى لو فيا هموم الدنيا كلها وتعب الدنيا كله. اي مطرب كده مش انا بس، بيطلع على الاستيدج لازم يا جماعة يضحك في وش الناس، لازم يرقص مع الناس، لازم يعمل كل حاجة علشان ده شغله واكل عيشه. ما ينفعش ان انا ادخل مشاكل خاصة في الشغل. الناس اللي جايبينك شغل ودافعين فيك فلوس هم مالهم بمشاكلك، احنا ملناش دعوة. فانا ما بحبش الناس اللي بتحكم على الشخص من بعيد لبعيد. انا ماشي بمثل دلوقتي، ابويا الله يرحمه واهلي علموني لما اتكلم على حد عشيرته لا، صاحبته لا، اما اللي بتحكم عليه ليه؟ انا عمري ولا اذيت حد ولا عمري اتكلمت على حد، انا قسما بالله ما كده. انا اللي يعرفني في الحقيقة يعني هيتصدم، يعني اللي يقرب مني واللي يعاشرني هيتصدم. فلو انت طلقت علشان القضية اللي انا رفعتها بتاعة الطلاق، لو انت عرفت ان انا رفعت عليك قضية طلاق ليه وانت طلقت النهاردة عشان تلحق قبل ما تتعرض على القضية ديت او قبل ما تشوف ايه اللي هيحصل فيها، فانا خلاص ما بقاش في سر.